أهلا بيكم في كورس المنتور تريدر. هنكمل مع بعض السلسلة بتاعة التحليلات اليومية للذهب والفوركس والمؤشرات العالمية. النهاردة 16/2/2026. يلا بينا على طول نبدأ مع بعض. أول حاجة هناخدها هي الذهب دولار. الحد العلوي بتاعنا هو 5046.58. زي ما حضراتكم شايفين سعر اوريدي اتجاهه صاعد، انحصل وكسر هذا الحد العلوي واغلق بشكل ايجابي. هنا هتكون صفقاتنا شراء باي. الحد الوسطي بتاعي هو 4966.47. حوالين الحد ده هو صفقات شراء وبيع، والحد السفلي بتاعي هو أسفل ال 4890. أسفله صفقات بيع سل. بأكد تاني إنه مش بس مكان السعر هو اللي بيخليني أشتري أو أبيع، لكن مهم جدا جدا الاتجاه العام للسوق شكله إيه، والموفينج افريجز أو المتوسطات السعرية وضعها إيه بالنسبة للسعر الحالي. طيب خلينا نروح مع بعض ل الجيرمان 30. الحد العلوي بتاعي هو ال 24986.4. أعلاه هو صفقات شراء. ممكن حد يقول لي ليه؟ ببساطة كده زي ما حضراتكم شايفين وبنتعلم مع بعض إن ده مستوى مقاومة resistance، مستوى مقاومة عالي جدا للسعر. إن حصل واتكسر وتم الإغلاق بشكل إيجابي يبقى إحنا هنشتري فوق الليفل داون. أما الحد الوسطي هو ال 24867.4. حواليه هو صفقات بيع وشراء، والحد السفلي بتاعي هو ال 24750.3. أسفله بتكون صفقات بيع. خلينا نروح للعملات. هنبدأ بالأود جي بي واي. الحد العلوي بتاعي هو 108.79. أعلاه هو صفقات شراء باي، والحد الوسطي بتاعي 108.23. ده الحد الوسطي بيكون شراء وبيع، والحد السفلي بتاعي خالص هو 107.67. أسفله صفقات بيع. نتنقل بعد كده لليورو دولار. وخلينا نتعلم مع بعض ان عينك تكون لماحة جدا جدا. بص الحد العلوي بتاعي اهو. الحد العلوي بتاعي اهو 1.1884. شايفين قوة المقاومة دي؟ مجرد اما السعر لمسها كده بديل الشمعة دي ارتد بقوة لأسفل، فإذا دي مقاومة قوية. لو تم كسر هذه المقاومة لأعلى هتبقى صفقاتي هنا فوق شراء. الحد الوسطي هو 1.1865. حواليه صفقات شراء وبيع، والحد السفلي بتاعي 1.1846. أسفله صفقات بيع. هنروح بعد كده للمؤشر العالمي الفيتسي 100. الفيتسي 100 الحد العلوي بتاعي هو عند ال 10470.3. أعلاه صفقات شراء باي. الحد الوسطي بتاعي 10424. حواليه صفقات شراء وبيع، والحد الوسطي بتاعي هو ال 103 سوري ال 10379. أسفله صفقات بيع. يبقى تاني بأكد الحد العلوي 10470. أعلاه شراء. الحد الوسطي 10424.9. حواليه شراء وبيع، والحد السفلي 10379. أسفله صفقات بيع. بعد كده هنروح مع بعض للفوركس جي بي بي جي بي واي. الجنيه الاسترليني للين الياباني.
ليه شعبية كبيرة قوي، هتلاقي الحد العلوي بتاعي هو ال 209.33، أعلاه هو شراء باي. الحد الوسطي بتاعي 208.46، حواليه شراء وبيع. الحد السفلي بتاعي 207.60، أسفله صفقات بيع. هنروح بعد كده للجي بي بي يو اس دي. الحد العلوي بتاعي 1.3659، أعلاه شراء. الحد الوسطي بتاعي 1.3624، والحد السفلي بتاعي 1.3589. هنا أسفله بناخد صفقات بيع. خلينا نروح بعد كده خليني أحاول أشوف لحضراتكم. هناخد، تعالوا ناخد اليو اس كندي، يو اس دي كنديان، الدولار الأمريكي للدولار الكندي. الحد العلوي بتاعي 1.3637، أعلاه صفقات شراء. الحد الوسطي بتاعي 1.3615، هنا حواليه صفقات شراء وبيع. والحد السفلي بتاعي 1.359، أسفله صفقات بيع. خليني كده أأكد تاني مع حضراتكم، الحدود اللي أنا قلتها دي لازم أتأكد من الاتجاه العام للسعر شكله إيه، في نفس الوقت الحدود السعرية بتاعتي أو المتوسطات السعرية وضعها إيه بالنسبة للسعر بتاعنا. بفكر حضراتكم ندير رأس مالنا بحكمة، نلتزم بإدارة رأس المال وإدارة المخاطر. بفكركم تاني، اللي عايز يتعلم التريدينج ويكون بيتحرك في الموضوع ده، كورس المنتور تريدر في كل التفاصيل بيوضح لك كل الاستراتيجيات وبيعلمك إدارة رأس المال وإدارة المخاطر. لو عايز تتعلم، لو سمحت تواصل معايا واشترك في القناة، قناة اليوتيوب، التليجرام، قناة الواتساب، قناة التيك توك، كله متاح ليك. ادخل اتعلم وتواصل معايا لو عايز تبدأ على طول كورس المنتور تريدر. بتمنى لكم كل توفيق. شكرا جدا لحضراتكم.